أن أخانا وليد بهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق الحادثة التي تشتهر بحادثة الهرة التي اعتلت كتفه وقبلته وهو يقرأ القرآن الكريم. تعرف أنا مش فسرتها، أنا أعطيها تفسير أنا المصيب فيها المخطئ الله أعلم. الواجهة الحقيقية، الواجهة تاع هذا الشعب تاع الأمة هي القرآن. كيف؟ الآن المشاهدة لهذه اللقطة أزيد من مليار مشاهدة. وش كان يدير صاحبنا؟ هذا كان يسمع، كان يغني، كان يرقص. وش كان يدير؟ كان يبدو من صورة الأنعام الواجهة تاع العالم وكل بإسره. الإعلام العالمي الخاص العام الدنيا كلها صورت والتقطت ذلك المشهد. وش كان يدير صاحبنا؟ أن أهل الجزائر أهل القرآن الكريم. ربي حب يرفع من شأن أهل القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. وبالقرآن ربي يرفع من شأنكم ومن قدركم. كيف تسمع أشكال جاي الجزائر؟ ولكن بتلك اللقطة الناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أخصارهم وأبنائهم شاهدوا تلك اللقطة وتلك اللقطة التي قبلته وقد خضعت وخشعت لكلام الباري سبحانه وتعالى. والذي يلفت الانتباه أن الإمام لما أراد الركوع نزلت الهرة على كتفه، نزلت إلى الأرض وأذنت سبحان الله، يعني حتى لا يتحرج منها هي نزلت والإمام ركع في صلاته ليكمل واجبات الصلاة. أحرص على القرآن، هذه نصيحة. أحرص على تعلمه، على تدبره. ومن الحسنات الطيبة المباركة في هذه البلاد أن نشوف في كل مسجد مدرسة. ماذا تعلم؟ القرآن. وبعد تعليم القرآن يأتي التجويد. الآن من أبنائنا من يحوز في جعبته القراءات العشر ويرتل القرآن ترتيلا ويجوده بأحكامه ويقرأه بأدابه.